السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. ويقول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. أيها الإخوة الكرام، ألسنا في شهر رمضان؟ ألسنا في شهر التوبة والرحمة والغفران؟ الأمة كلها أقبلت على الله. الناس قاعدة صايمة، حتى اللي ما يصليش وراه صايم. الناس قاعدة تقرأ القرآن ونصلوا التراويح. يعني الأمة قاعدة أقبلت على الله، رانا في شهر الطاعة. أيها الإخوة الكرام، ضرب الزلزال هذا الصباح. يضرب الزلزال مركز تاعو في المدية، فيشعر بالهزة العرضية سكان العاصمة. ما هذا يا ناس؟ الأمة كلها أقبلت على الله. الزلزال آية من آيات الله، وما نرسل بالآية إلا تخويفا. أيها المسلمون، أن يضرب الزلزال في النصف، يعني في تقريبا العشر الأواخر من رمضان، هذه رسالة من الله. يا ناس ما راناش ملاح، ماشي هكذا لازم تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أول حاجة فقدناها هي الرحمة. وراه الرحمة يا ناس، وراه الرحمة يا ناس. سمعنا باللي في بعض الولايات كاين امرأة ماتت في دارها، هي امرأة مطلقة إذا كانت الرواية صحيحة، ومات ابنها على صدرها تقريبا 9 أيام، ما جابوش خبر بها جيرانها. ماتت امرأة ومات وليدها صغير على صدرها 9 أيام، والطفل صغير يبكي والجيران طالعين حابطين. كيفاش ما يضربش الزلزال؟ 9 أيام والطفل يبكي، الجيران واحد ما جاب له خبر. ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت وخشيت أنه سيورثه. في شهر الطاعة والتوبة والرحمة والغفران يضرب الزلزال. يا ناس ما راناش ملاح. أين الرحمة؟ وراه الرحمة. في عهد عمر رضي الله عنه ضرب الزلزال من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع عمر بن الخطاب الناس، قال: أيها الناس، والله لقد أحدثتم، والله لئن عادت لا أجاوركم فيها. قالوا: وش درتوا؟ في شهر رمضان، في شهر التوبة والرحمة، يضرب الزلزال. يا ناس حسبوا نفوسكم، يا ناس رحموا جيرانكم. فقدنا الرحمة، ما كاش الرحمة. الرحمة بداها من الدار، فقدناها مع الجيران، في الشركة، برا. رمضان يا رمضان ناس ما تصليش. رمضان يا رمضان مازال نساء متبرجات، مازال الفسق والعري برا. يا ناس يضرب الزلزال في شهر رمضان. الدليل باللي ما راناش ملاح. ماشي هذه يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وراه الرحمة، وراه الرحمة يا التجار، وراه الرحمة يا أهل المساجد. طفل صغير تضربوه وتحوزوهم الجامع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيكون يصلي بالناس ولا داير خطبة ويسمع بكاء الطفل كان يتجوز في الصلاة. ولينا نتعاملوا بعنف مع الأطفال في المساجد. امرأة تموت والطفل على صدرها 9 أيام، الطفل يبكي والجيران طالعين حابطين. والله ما آمن، والله ما آمن، والله ما آمن. قالوا: قد خاب وخسر يا رسول الله. من هذا؟ قال: من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. يا ناس الشهر راه يطلب. الشهر ما كاش باش يكمل ايامات تاع رمضان، اما العيد الشهر ما يعيدش، ما يشريش حوايج لولادو. هذه يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الشهر ما عندوش حق يعيد عيد الأضحى، حرام عليه يشري كبش. قال لك اللي عنده يضحي، اللي ما عندوش ما يضحيش، اللي ما عندوش يموت، اللي عنده سكنه يتزوج، اللي ما عندوش يروح يزني. هذه هي المعنى تاعها. شفتوا علاش تضرب الزلزلة؟ في بعض البلدان العربية نحاول المرجعية الدينية، ما كاش هذا دين الدولة الإسلام، وما كاش التربية الإسلامية في المناهج التربوية. شفتوا علاش يضرب الزلزال؟ يضرب الزلزال في شهر رمضان. يا ناس ماناش ملاح، حاسبوا نفوسكم. رمضان يا رمضان كاين ناس ما تصليش، والله غير 50 سنة 60 سنة والله ما يصلي، حتى الشباب ما يصلوش. بارطاجيو ولا خاوتي، راجعوا نفوسكم يا ناس. وربما تضرب في الليل ونروحوا. بركونا من الأنانية، ارحموا الزوالي، ارحموا الشهار، ارحموا الأطفال في المساجد. والسلام عليكم ورحمة الله.